في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. معتمد جمال يطلب تجهيز لاعب الفريق بسرعة قبل نهائي الكونفدرالية. طلب معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي سرعة تجهيز عمر جابر الظهير الأيمن للفريق للحاق بمواجهة الإياب أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي بطولة كاس الكونفدرالية الإفريقية. ويعاني عمر جابر من إصابة في العضلة الضمة تعرض ليها خلال الفترة الأخيرة، وهي الإصابة اللي تسببت في غيابه عن مباراة الذهاب بالجزائر واللي انتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد. ويضع الجهاز الفني آمال كبيرة على عودة عمر جابر قبل لقاء العودة، خاصة بسبب خبراته الكبيرة وقدرته على تقديم إضافة قوية دفاعيا وهجوميا في مباراة محتاجة تركيز وخبرة كبيرة من كل لاعبي الفريق. الزمالك هيكون مطالب بالهجوم بقوة في لقاء العودة من أجل تعويض نتيجة الذهاب، وده اللي بيخلي وجود عمر جابر مهم جدا بالنسبة للجهاز الفني، خصوصا إنه من العناصر الأساسية والمؤثرة داخل الفريق. ومن المنتظر إن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الأيام الجاية من أجل تجهيزه بأسرع وقت ممكن وحسم موقفه النهائي من المشاركة في المباراة المرتقبة. ومن المقرر إن الزمالك يواجه اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل 16 مايو على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري منتظر لدعم الفريق الأبيض في مهمة التتويج باللقب الإفريقي.